اوكي، تفضل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahnu min majmu'ah Al-Rabi'ah wa al-yawm سأقدم لكم من موضوع البحث اليوم استخدام الوسائل الرقمية كأداة مساعدة في تعلم اللغة العربية لدى طلاب تخصص في اللغة العربية. ومن أعضاء المجموعة هي نور الياسمين بنت جسري ونور منيرة بنت وحيد وأنيسة قويمة بنت أمير رشيد ونور زرين إذني بنت أحمد. والآن من مقدمة البحث في العصر الحديث يعتبر استخدام التكنولوجيا الرقمية مهما جدا في مجال التعليم خاصة في تدريس وتعلم اللغات. إحدى اللغات التي تحتاج إلى تحسين في ترقي تعلمها هي العربية خاصة لغير الناطقين بها نظرا لأن لهذه اللغة أهمية كبيرة من حيث الدين والثقافة. ولذلك تهدف هذه الدراسة إلى فحص كيف يمكن أن تكون وسائل الإعلام الرقمية عونا في تعزيز هذه المهارات من خلال التكنولوجيا الحديثة مثل التطبيقات التعليمية ومنصات التعليم الإلكتروني وأدوات التفاعل السمعي البصري. ولذلك وفقا أكحل آمر ب 2022 ولهذا بد من الضروري الاستفادة من التجارب الحاصلة في استثمار الوسائل التكنولوجية المؤثرة في ميدان تعليم اللغة العربية وجعل تعليم اللغة العربية مواكبا لبقية العلوم في استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة. طيب ثم ننتقل إلى المشاكل التي نريد أن نبحث الآن. أولا عدم التعرف بشكل شامل على فاعلية استخدام الوسائل الرقمية في إتقان اللغة العربية لدى الطلاب. تشير هذه المشكلة إلى وجود نقص في الدراسات الشاملة التي تناول مدى فاعلية الوسائل الرقمية مثل باوربوينت والفيديو والصوتيات والرسوم المتحركة وغير ذلك في مساعدة الطلاب على إتقان اللغة العربية بشكل شامل. وفي سياق التعلم والتعليم الآن استخدام التكنولوجيا أو وسائل الرقمية في الفصول الدراسية واسع الانتشار ولكن تأثيره لم يقيم بصورة شاملة والكاملة. ثانيا نقص في المهارات لدى المعلمين والطلاب باستخدام الوسائل الرقمية بشكل أمثل في تعليم وتعلم اللغة العربية. هناك كثير من المعلمين اللغة العربية غير مستعدين بشكل كاف من حيث تطبيق الوسائل الرقمية للاستفادة الكاملة منها وكذلك الحال مع الطلاب. كثير منهم يستخدمون الوسائل الرقمية لأغراض الترفيه والتواصل فقط وليس للتعلم. وأخيرا محدودية في توفير المواد التعليمية الرقمية المناسبة على تدعم الاحتياجات الخاصة لطلاب تخصصات باللغة العربية. هناك قلة في المواد الرقمية التي تناسب احتياجات التعلم المختلفة فأكثر المواد التعليمية موجودة عامة ولم تبنى للخصائص كل الطلاب. لذلك يجد بعض الطلاب صعوبة في تعلم مهارة اللغة عن طريق الوسائل الرقمية. ومن هنا تتضح المشكلة البحثية التي نسعى إلى دراستها في هذا البحث. وننتقل إلى الدراسة السابقة.
دراسة السابقة الأول من توصيف الوسائل التكنولوجية المختلفة في تعليم اللغة العربية كحل عامير 2022. تلعب الوسائل التكنولوجية دورا مهما في إدراك واستيعاب المتعلمين لمعارف اللغة العربية التي تستعمل فيها تلك الوسائل من حواس وأجهزة عرض وأشرطة فيديو وغيرها، فنجني بذلك عدة فوائد منها توفير الوقت والمشاركة والفهم وغير ذلك. ودراسة سابقة الثانية تصورت الطلاب تجاه التعلم اللغوي بمساعدة وسائل التواصل الاجتماعي لتعلم اللغة العربية رسناريانتي ساري والبراديتاري حاسبين 2019. وفي البحث نتائج من هذا البحث 87.5% من الطلبة يعتقدون أنه يمكن استخدام الوسائل الرقمية أو وسائل التواصل الاجتماعي لتعلم اللغة العربية. وتعد وسائل التواصل الاجتماعي وسيلة فعالة في تعلم اللغة العربية، حيث تسهم في تحسين المهارات اللغوية، تعزيز مهارة التواصل باللغة العربية، وجعل التعلم ممتعا وتفاعليا. ثالثاً، الابتكارات التربوية الحديثة في تعليم اللغة العربية، يعني دراسة حول التعلم من خلال سرد القصص الرقمية الشخصية، أحمد علي 2024. كل تطبيق للوسائط الرقمية مميزاتها وتركيزها الخاص، مثل يوفر بعضها التدريبات على النطق ومهارة التحدث، ومن خلال التطبيقات يستطيع الطلاب أن تجربة مختلفة من مهارات اللغة بأكثر توازن وشمولية. وأخيراً، أدوات التعلم الرقمي في اكتساب اللغة العربية كلغة ثانية، فريق مزاكي 2025. في هذا المقال قال أن نتائج من هذه الدراسة بعض التوصيات لمطوري تطبيقات تعلم اللغة العربية لتحسين كفاءة الأدوات الرقمية في تعلم اللغة العربية كلغة ثانية. أحد الجوانب التي تحتاج إلى تحسين هو دمج مميزات أكثر تفاعلية، مثل تقنية التعرف على صوت الدقيقة لدعم النطق، بالإفاضة إلى أنظمة التغذية الراجعة تلقائية الأكثر تفصيلاً. والآن ننتقل إلى أهداف لهذا البحث. أولاً، للتعرف على مدى استخدام الطلاب من جامعة إسلامية عالمية بماليزيا للوسائط الرقمية في تعلم اللغة العربية. وثانياً، لتقييم فعالية الوسائط الرقمية في تحسين تعلم اللغة العربية. وثالثاً، لتحليل التحديات التي يواجهها الطلاب عند استخدام الوسائط الرقمية لتعلم اللغة العربية. ولبحثنا نستخدم جوجل فورم. ثم سوف إلى منهجية البث. المنهج الذي استخدمناه في إعداد هذا البث هو منهج كيمي، وقد حصلنا على 50 مستجيباً. تتضمن هذه الدراسة 4 أقسام. القسم الأول أن يتناول معلومات عن الشخصية المستجيبين. القسم الثاني يعتمد على تجربة وآراء المستجيبين. الثالثة يتعلق بسلوك أو تصرفات المستجيبين عند استخدام الوسائط الرقمية في تعلم اللغة العربية. وأخيراً يتناول مدى ممارسة أو تطبيق المستجيبين لاستخدام الوسائط الرقمية في حياتهم اليومية. والآن نواصل إلى نتائج البحث. من تحليل بيانات المستجيبين، تتناول النتائج الأولى ملفات تعريف 53 مستجيبا، وتشمل البيانات الشخصية للأفراد الذين قاموا بملء استبيان حول مستوى استخدام الوسائط الرقمية كأداة مساعدة
عادة في تعلم اللغة العربية لدى الطلاب تخصص في اللغة العربية ينقسم هذا الاستبيان إلى 3 أجزاء. أولا يوضح الشكل الأول نسبة المستجيبين حسب الجنس، حيث تبين أن 83% من الذين قاموا بملء هذا الاستبيان كانوا من النساء، بينما كانت النسبة المتبقية 17% من الرجال. وثم يوضح الشكل الثاني النسبة المؤية للمستجيبين. أظهرت النتائج أن 49.1% من المستجيبين كانوا من طلاب الآخرين، و22.6% من طلاب برنامج تعليم اللغة الثانية تاسع، و17 من طلاب العربية في الاتصالات، يليهم طلاب 5.7% طلاب من قسم الدراسات الإسلامية واللغة العربية وآدابها. وثم يوضح الشكل الثالث النسبة المؤية للمستجيبين وفقا لسنة الدراسة. أظهرت النتائج أن 54.7% من المستجيبين كانوا من طلاب السنة الثالثة، و24.5% من طلاب السنة الرابعة، و15.1% من طلاب السنة الثانية، يليهم طلاب 5.7% طلاب من السنة الأولى. طيب، ننتقل إلى القسم الأول. يحتوي هذا القسم على 7 أسئلة تهدف إلى جمع معرفة الطلاب حول استخدام وسائل الإعلام الرقمية في تعلم اللغة العربية. 7 أسئلة على شكل مقياس اختيار من 1 إلى 5، من شديد الرفض إلى شديد الموافقة. طيب، السؤال الأول: أستخدم الوسائل الرقمية في تعلم اللغة العربية. تشير النتائج إلى أن 28 مشاركا أو طلابا 52.8% وافقوا بشدة على استخدامهم للوسائل الرقمية، بينما وافق 17 مشاركا 32.1%، مما يعني أن غالبية المشاركين يعتمدون على الوسائل الرقمية في تعلمهم. في المقابل، أظهر 6 مشاركين 11.3% موقفا محايدا، بينما عبر مشارك واحد فقط 1.9% عن عدم الموافقة، وآخر 1.9% عن عدم الموافقة الشديدة. وثانيا، أستطيع التعرف على أنواع مختلفة من الوسائل الرقمية التي يمكن استخدامها لتعلم اللغة العربية. يوضح هذا الرسم البياني الشريطي مدى معرفة 53 مجيبا أو طلابا بأنواع الوسائل الرقمية مختلفة التي يمكن استخدامها لتعلم اللغة العربية. تشير النتائج إلى أن 24 مشاركا 45.3% وافقوا بشدة على معرفتهم بهذه الوسائل، بينما وافق 16 مشاركا 30.2%، مما يبين مستوى وعي جيد لدى الغالبية. في المقابل، كان 10 مشاركين 18.9% على الموافق محايد، مما قد يدل على معرفة جزئية أو عدم تأكد. أما المشاركون الذين لا يوافقون من مشاركين 3.8% ولا يوافقون بشدة، فقد بلغ عدده 1 فقط، يعني 1.9%.
ثالثا أنا على دراية بمواقع تعلم اللغة العربية مثل دولينغو، المعاني والجزيرة. يوجه هذا الرسم البياني الشريطي مدى وعي 53 مجيبا بمواقع تعلم اللغة العربية مثل دولينغو والمعاني واللغة والجزيرة. تشير النتائج إلى أن 28 مشاركا يعني 52.8% وافقوا بشدة على معرفتهم بهذه المواقع، بينما وافق 18 مشاركا 34%. وقد كان 5 مشاركين 9.4% على الموقف الحياد. في المقابل عبر مشاركان فقط 3.8% عن عدم الموافقة الشديدة، بينما لم يظهروا أي مشارك عدم موافقة عادية 0%. وللسؤال الرابع، أفهم كيف يمكن للفيديوهات التفاعلية أن تساعد في تعلم اللغة العربية. يعرض هذا الرسم البياني نتائج استبيان بعنوان أفهم كيف يمكن للفيديوهات. يظهر التوزيع أن الغالبية عظمى من المشاركين لديهم فهم جيد لهذه الفكرة، إذ أشار 43.4% يعني 23 مشاركا أنهم يوافقون بدرجة 4، و49.1% يعني 26 مشاركا يوافقون بدرجة 5. في المقابل فقط نسبة ضئيلة جدا من المشاركين يعني 1.9% لكل من الدرجة 1 و2، و3.8% لدرجة 3 لم يظهروا نفس مستوى الفهم أو التأييد. وبعد ذلك للسؤال الخامس، قد سمعت عن استخدام الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT للمساعدة في تعلم اللغة العربية. يعرض هذا الرسم البياني نتائج استبيان حول مدى معرفة المشاركين أو الطلاب باستخدام الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT في تعلم اللغة العربية. تظهر النتائج أن الغالبية العظمى على دراية بهذا الموضوع، حيث إن 28 مشاركا يعني 52.8% اختاروا الدرجة 5، و15 مشاركا يعني 28.3% اختاروا الدرجة 4، مما يشير إلى أن أكثر من 80% لديهم وعي واضح باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تعلم العربية. في المقابل نسبة قليلة فقط يعني 19% عبرت عن عدم المعرفة أو عدم اليقين. والسؤال السادس، أنا على دراية بمنصات التواصل الاجتماعي التي توفر مواد لتعلم اللغة العربية مثل إنستغرام ويوتيوب. ويعرض هذا الرسم البياني مدى وعي المشاركين بمنصات التواصل الاجتماعي على توفر مواد لتعلم اللغة العربية مثل إنستغرام ويوتيوب. أظهر أكثر من نصف المشاركين وعيا قويا بهذا الأمر، حيث اختار 27 منهم يعني 5.9% درجة 5، و19 مشاركا يعني 35.8% اختاروا الدرجة 4، مما يعني أن حوالي 87% من المشاركين على دراية بهذه المنصات التعليمية. في المقابل أبدى عدد قليل جدا من المشاركين حوالي 13% درجة أقل من 4. والسؤال الآخر، أنا على دراية بفوائد استخدام الوسائل الرقمية لتعزيز الكفاءة في اللغة العربية. يوضح الرسم البياني وجود وعي قوي بين المشاركين أو الطلاب حول فوائد استخدام الوسائل الرقمية لتعزيز الكفاءة في اللغة
العربية. من بين 53 مشاركا عبر الغالبية العظمى 84.9% عن وعيهم العالي من خلال اختيارهم للمستوى 4 أو 5، حيث اختار 47.2% على المستوى، بينما عبر عدد قليل عن حيادية ووعي منخفض 1.9%، ولم يختار أي مشارك المستوى 2. هذا فقط مني. والآن ننتقل إلى قسم ثاني من هذا البحث من جوجل فورم. مستوى مواقف ومشاعر الطلاب تجاه استخدام الوسائل الرقمية في تعلم اللغة العربية. في هذا الاستبيان هناك 7 أسئلة فقط التي يجب على الطلاب الإجابة عليها. إن شاء الله سأشرح ممكن 4 أو 3 أسئلة فقط من هذا قسم. أولا أعتقد استخدام الوسائل الرقمية يساعدني لفهم اللغة العربية بجيد. هناك 94.3% من الطلاب يعتقد أن استخدام الوسائل الرقمية يساعدهم على تعلم اللغة العربية. وثانيا 92.5% يرون أن تعلم اللغة العربية أكثر إثارة للاهتمام مع الوسائل الرقمية. وبعد ذلك 64.2% من الطلبة يفضلون استخدام الوسائل الرقمية لتعلم اللغة العربية بدلا من القراءة الكتب المدرسية. نواصل بنوع بالقسم الثالث. ثم القسم السادس يحتوي هذا القسم على 8 أسئلة تهدف على جمع آراء الطلاب حول استخدام الوسائل الرقمية في تعلم اللغة العربية. أنا أشرح السؤال الخامس فقط. الرسم البياني تتضمن سؤالا حول آراء المستجيبين بشأن أثر الوسائل الرقمية على تعلمهم للغة العربية. 56.6% زيادة الحصيلة اللغوية. ذكر غالبية المشاركين أن الوسائل الرقمية ساعدتهم في تعلم مفردات العربية جديدة. ثم سؤال آخر، الرسم البياني تتضمن سؤالا حول تحديات الوسائل الرقمية في تعلم اللغة العربية. تشتت الانتباه الترفيه في مسألة سهولة التشتت بسبب الترفيه الموجود في وسائل الرقمية، الميل إلى تمرير سكرول بدون هدف، ثم قضايا اللغة والنحو، وجود أخطاء في القواعد والترجمة، وصعوبة في فهم اللهجات المختلفة العامية مقابل الفصحى، وغير النقص في المفردات. وفي خلاصة اللغة بشكل عام، تناول هذا الفصل تصميم البث وأداة استبيان المستخدمة، وكذلك طريقة اختيار المشاركين وتحليل البيانات. وقد تم تقسيم الاستبيان إلى 4 أقسام رئيسية تشمل الخلفية الشخصية للمشاركين وتجاربهم وآرائهم وسلوكهم أثناء استخدام الوسائل الرقمية، والممارسات والتحديات في تعلم اللغة العربية باستخدام الوسائل الرقمية. ويعد هذا التقسيم مناسبا لتحقيق أهداف البحث التي تسعى إلى التعرف
استراتيجية طلاب تخصص اللغة العربية في تعزيز مهارات تعلم اللغة العربية من خلال استخدام الوسائل الرقمية. وسيتناول الفصل التالي عرض نتائج الدراسة بناء على البيانات التي تم جمعها من المشاركين. نكتفي بهذا القدر. شكرا جزيلا. Okey, dah habis? Dah habis kan? Group 4. Okey, saya Okey, saya start recording